كان لهارون الرشيد ابن اسمه أحمد، أطلق عليه اسم أحمد السبتي لأنه كان يتكسب بيده في يوم السبت شيئا ينفقه في بقية الأسبوع، ويتفرغ للانشغال بالعبادة في بقية الأيام، فعرف بهذه الكنية أحمد السبتي. ترك بغداد وذهب إلى البصرة دون أن يعلم أحد أنه ابن أمير المؤمنين، وكان يعمل طيانا يوم السبت فقط، أي يبني بالطين، ثم يتفرغ باقي الأسبوع لعبادة الله عز وجل. وكان يشترط على من يستأجره لهذا العمل أن يعطيه وقتا كافيا للصلاة حين يؤذن لصلاتي الظهر والعصر. عاش أحمد السبتي في بيت متواضع جدا في البصرة، لا يوجد فيه إلا بردة قديمة ووسادة من الليف، وكان له صديق يأتي له بالعمل إذا أراد أحد أن يبني سورا أو أي شيء. وفي يوم سبت ذهب إليه إلى مكان يجتمع فيه العمال ليتفق معه على بناء جدار، فلم يجده، فسأل عنه أحد العمال فقال لم يأتي منذ فترة، فبحث عن بيته حتى وجده ودخل عليه وهو في مرض الموت، فأعطاه أحمد السبتي خاتما وقال له بعد أن تكفنني وتدفنني اذهب بهذا الخاتم إلى أمير المؤمنين في بغداد وأعطه إياه، وقل له صاحب هذا الخاتم يقول لك إياك أن تموت في سكرتك هذه فتندم حيث لا ينفع النادم ندمه، واحذر انصرافك من بين يدي الله إلى الدارين، فإنما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك وسيصير إلى غيرك، وقد بلغك خبر من مضى. قال هذا وفاضت روحه إلى خالقها، وذلك في سنة 184 هجري. وذات يوم كان هارون الرشيد جالسا في قصر الإمارة، فإذا برجل يستأذن عليه في الدخول، ولما أذن له طلب منه أن يجلس معه على انفراد لأمر هام، وعلى الفور أخلى هارون الرشيد القاعة، فأخرج الرجل الخاتم وقدمه له، فلما نظر في الخاتم عرفه وقال أين صاحب هذا الخاتم؟ قال الرجل مات يا أمير المؤمنين، وذكر له الكلام الذي أوصاه به، وأن الرجل كان يعمل كل سبت فقط بدرهم ودانق يتقوت به سائر أيام الأسبوع، ثم يقبل على العبادة. فلما سمع الرشيد هذا الكلام أجهش بالبكاء وهو يقول والله لقد نصحتني يا ولدي، ويشهق من شدة البكاء، ثم رفع رأسه إلى الرجل وقال أتعرف قبره؟ قال أنا الذي دفنته. فأمر أمير المؤمنين بإعداد رحلته للسفر إلى البصرة، ولما وصل إلى قبر ابنه بكى بكاء شديدا وقال رحمه الله لقد رفض أن يعيش إلا من عمل بيده، وترك زينة الدنيا لنا. رحم الله أحمد السبتي الزاهد العابد.